السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناه كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه وطريقه جديده لتحضير مسمن المكسور او الخلاط بلا دليك بلا تماره، وكذلك غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير كميه كبيره ديال المسمن بسرعه كبيره بلا كثره الوقف في الكوزينه. ودابا غنمشيو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج بطبيعه الحال الخلاط. غنحتاج واحد الكاس ديال السميد الناعم او الفينو او الحرش. غنحتاج واحد 2 كيسان ديال الماء ضروبيني. غنحتاج معلقه د الملحه ومعلقه سنيده، وغنحتاج معلقه ديال الزيت باش ما يجيناش المسمن كيتجبد بحال المسكه. غنبداو على بركه الله. غناخذوا طحان، غنضيفوا له ديك 2 كيسان ديال الماء. غنضيف كذلك داك كاس ديال الفينو او الحرش او السميد الناعم، كل واحد وشنو كيقول ليه. غنضيف كذلك معلقه د الملحه، معلقه ديال سنيده، ومعلقه ديال الزيت. غادي نطحن هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. ضروري هاد المرحله نبقاو نطحنوا واحد الاقل واحد دقيقه ونص حتى 2 دقائق، كنطحنوهم في الخلاط مزيان، لحقاش هاد المرحله هي اللي كتخلينا ما نستغناو على الدليك. وتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش نوريكم الطريقه اللي كندير انا باش نحضر كميه كبيره ديال المسمن بسرعه كبيره بلا كثره الوقف في الكوزينه. يعني عجينه وحده كتخرج لي بزاف ديال المسمن. كتليق هاد الطريقه في رمضان، وكتليق حتى الا جاوك عندك الضياف على غفله، كتليق كتنفع بزاف. هنا من بعد ما طحنت هاد الخليط واحد 2 دقائق وانا كنخلط فيه كنطحن فيه مزيان، كنبقى نطحن فيه حتى ما كيبقاوش يبانوا دوك يعني ما كينسجموا العناصر مزيان مع بعضياتهم. وغنبقى نضيف في الفرش شويه بشويه حتى تكون لي عجينه متماسكه. كيف ما كتشوفوا هنا ضفت الكميه الكافيه ديال الفرص اللي غنحتاج. غنحيد ديك السبيره ديال اللي فيها الفرص، وغنحط العجين على سطح العمل باش نبقى نلعب فيه، يعني ما يحتاجش الدليك، فقط غنبقى نلعب فيه بصبع يديا حتى يدخل داك الفرص في العجينه. ما كيتطلب حتى دقيقه كامله، يعني حتى دقيقه صافي كيتجمع ليا الخليط، كتولي عجينه كتنحصل على واحد العجين رطبه بزاف. يعني واخا دلكي النهار كله ما تخرجش لك مدلوكه بحال هذا الشكل، كتجي مدلوكه ورطبه. يعني العجين باش كتعرفيه مدلوك انه كتجي العجينه ديالو ملسه من الفوق كيف ما كتشوفوا رطبه بزاف. غادي نجيب الاناء فاش خلطته في الاول، وغادي نحتفظ به واحد نص ساعه يعني حتى نجمع الكوزينه ونتلاقاو باش نقرصو. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد نص ساعه، او بالاحرى انا ما خليتوش الصراحه، ما خليتوش نص ساعه، فقط 4 ساعات وغادي نخدموا معاكم. العجينه تلقات يعني 4 ساعات تلقات لنا عجينه وجات رطبه، كتجي رطبه كيف ما كتشوفوا. غنقسمها لكبيرات متساويين مع بعضياتهم. هنا كيف ما كتشوفوا عندي واحد شويه الزبده ذوبتها، شويه الزيت، الزبده التوراق والزيت باش نقرص. هنا جبت موس وغنقطع ديك العجين كويرات صغار يكونوا متساويين مع بعضياتهم، وغادي نخليهم يرتاحوا فقط واحد 2 دقائق ونعاود نخدموهم. ضروري ما نغطيهم بلاستيك باش ما يديرش لنا داك القشره الفوقانيه. وغنبدا غنقرص بالزيت. هنايا كيف ما كتشوفوا الفيديو كلشي كيبينو. هنا قرصت الكره الاولى، غنجيب الكره الثانيه حتى هي نقرصها فقط بالزيت. غندير الزبده التوراق، وغنضيف وندردر عليها واحد شويه ديال الفينو. غنجيب الكره الاولى اللي قرصت معاكم وغنضيفها حتى هي فوق العجين، فوق الكره الاولى اللي سرحت. غنسرحوا واحد شويه وغنصاوب كره اخرى. نتوما بامكانكم الا بغيتوا ديروا يعني 2 كرات فقط، بغيتوا ديروا حتى 3 ديروهم. انا هنا غندير 3 باش نسالي دغيا.
جبت كره حتى هي قرصتها شويه وغادي نلاقي الاطراف مع بعضياتهم وغنقرصها شويه. صراحه المسمن بهذه الطريقه كيجي زوين وكيجي رطب وكيجي ممرق ودغيا كتسالي، يعني كديري كميه، يعني 3 الكرات يخرجوا لي كميه كبيره ديال المسمن. كنقرصوا هاد المره ما نقرصوش داير، غنقرصو على شكل مستطيل. ندير شويه ديال الزبده وشويه ديال الفينو من الفوق باش يجينا ممرق. غنجيب قطاعه او لاموس وغنقطعو شرائط طوال، يكونوا شويه عراض، يكونوا عراض شويه كيف ما كتشوفوا في الفيديو كلشي كيبينو، يعني فقط يعني بلا هضره كيبان كلشي. كنبقى نرولي دوك العجينه ديالي. انا هنا ما غنديرش مسمن، غندير مليويات كيف ما كيبان لكم. هنا غنشدو داك الطرف الاخراني ديال الملويه وغندخلو في الجناب بحال هذا الشكل كيف كيبان لكم في الفيديو، وغنبدا نورق عليهم ونقرصهم. غنبقى مستمره على هذا الشكل حتى نكمل الملويات ديالي كاملين. صراحه الطريقه كتنفع بزاف الا ما عندكش الوقت، ما عندكش الوقت باش انك تصايبي المسمن على حق وطريقه. الطريقه كيجي غزال وكيجي ساهل وكيغنيك على الوقوف بزاف في الكوزينه، وكتنفع في رمضان ولا الا جاوك الضياف على غفله. كديري شويه ديال المسمن كيخرج لك كميه كبيره. نفس الطريقه غنديرها حتى للمسمن. درت 3 الكرات كندير بيناتهم الزبده والفينو وكنبدا نقرصهم على كنقطعهم وكنقرصهم على شكل مسمنات. كنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ونبدا نطيب فيها. هنا كيف ما كتشوفوا كنطيبهم بالطريقه العاديه كيف ما كنطيبوا المسمن. كناخذ مقله ثقيله كندير فيها شويه ديال الزيت كنحط فيها المسمنه واحد 2 ثواني تقريبا كنبدا نقلب فيها حتى كتحمر. كنقلب فيها وكنتن شويه الزبده باش حتى كتحمر لينا وكيتنفخ. كيف ما كتشوفوا هنا الملوي راه كيجي منفوخ صراحه كيجي مورق. نفس الطريقه نكمل حتى المسمن. كنحطها كنرشها بشويه ديال الزبده وكنبدا نقلب فيها حتى تحمر وكتنفخ. هنا من بعد ما ساليت هذا هو المسمن ديالنا كيجي الصراحه كيجي غزال. كيف ما كتشوف الملوي كيجي ممرق منفوخ وممرق ومقرمل من برا ومحمر. وكيف ديما الا عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وديروا لي بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش معايا ديروا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي وتبارطاجيوه مع الاصحاب ديالكم والاصدقاء. ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.